أهلا بيكم في قناة صوت من زمن جميل. النهاردة معادنا مع السهرة الإذاعية البوليسية النادرة جرائم في مدينة الشيطان. ويلا بينا نرجع لصوت الزمن الجميل. أهلا وسهلا يا حاج، اتفضل. الله يزيد فضلك يا ست فوزية. ازاي محسن بيه؟ الحمد لله بخير. الله، واقفة ليه يا بنت حسنها بالكذب؟ اقفل الباب وراكي وخش، ما تخافيش. خشي وقت بصي لسيدك. لا مفيش داعي لبوس الأيادي. اسمك ايه يا شاطر؟ خدمتك سنابل يا ستي. طيب اتفضلي خش جوه لما اتكلم مع الحاج كلمة سر. اخش فين يا ستي؟ خش في الطرقة دي على ايدك اليمين، هتلاقي المطبخ، استني هناك. المرة دي بقى انا جايب لك هدية العمر. هي البنت دي اللي هتعمر معاكي. البنت دي ما تنفعش معايا يا حاج. ليه لا سمح الله؟ دي هادية ونادية وطوع ونوعي. يا حاج انا طلبت منك بنت بتاعت 7 8 سنين، لكن دي ما شاء الله عروسة. معلش يا ست هاني، علشان تستحمل الشغل. يا حاج رضوان، انا ولادي الصبيان كبار ولازم اراعي الحكايه دي. عيب يا ست هاني، البنت مؤدبه ومتربيه احسن تربيه. يا حاج انا مش خايفه منها، انا خايفه من الولاد. اهلا يا حبيبي، ازيك يا ماما؟ وحشتيني. بص يا حبيبي، يلا على اوضتك. ما شاء الله يا ست هاني، ده ولاد حضرتك لسه كتاكيت، عقبال ما يكبروا وتكون هي اتجوزت وخلفت. برضه كان يريحني انها تبقى اصغر من كده يا حاج، دي زي القمر. يا ست هاني ما فيش، اعمل ايه؟ هي لولا انها يتيمة الاب والام ومقطوعه من شجره. تيجي نلعب عليك من اصله. ثم لسه ولاد حضرتك صغيرين قوي على الحكايه اللي بتفكري فيها دي. على كل حال، إن ما كانتش عاجبك يا فوزية هانم ارجع بيها البلد. مش تقعد طول النهار وعامل لها معايش وتحكي سر وتطلب طلبات وبعدين ساعة الدفع تغلط. معلمه الواد فرقع، ذمته واسعه قوي. عارف، وذمتك اوسع وتفوت جمل من بكره الدفع فوري، مفهوم؟ انا مش ناقصه وجع دماغ. امرك يا معلمه. ولا يا فرقه، ولا ايه يا معلمه؟ من بكره تشتري يافطه، الشكوك ممنوع والزعل مرفوع والارزاق على الله. امرك يا معلمه. بره يلا بره. انا وإياك اشوف خلقتك هنا بعد كده. قهوة زبيدة ما يخشهاش شحاتين. انا مش شحات يا ست انت. نعم يا الدلغاتي مش شحات. امال جاي هنا ليه؟ انا زبون، هقعد هنا بفلوسي زي اي واحد من الناس دي. زبون؟ وتشرب ايه يا زبون؟ شوية مية من الحنفية. ما تشربها في بيتكم. ماليش بيت. طب اشرب أزوزة. لا، نفسي في شوية مية من الحنفية. ليه يا الدلعاتي؟ اصل بلدنا ما فيهاش حنفيات. وهتعمل لي زبون عشان شوية مية؟ طب عندكم ايه تاني يتشرب؟ شاي، قهوه، قرفه، جنزبيل، سحلب، مصر. مصر على عيني. وعندك واحد مصري مصلحه مصر. ايه اللي انت جايبه لي ده؟ انت مش طالب مصري؟ ده معسل وانا ما بشربوش. مش ده طلبك؟ هو المعسل هنا اسمه مصري؟ امال انت كنت فاكره ايه حلو؟ من قلة الاسامي لما تسموا المعسل مصري. شيل وشوف لي حاجة تانية تتشرب. تدفع ثمن زي بعض. هي الشيشة يا فرق، وهات له أزوزة ولا بتاع. على عيني يا معلمه. وما تنساش المية. الحمد لله على السلامة. انت لسه جاي طازة مش كده؟ كلك نظر يا معلم. انا نظرتي ما تخيبش ابدا. وجاي ليه؟ جاي ادور على شغلانة اكل منها عيش. يا لهوي، هنا في مصر؟ دم الدنيا، هنا الخير كله، الشغل كتير وسهل والابواب مفتوحة. رجلي يا ما ناس كتير بتشتغل وهي قاعدة، البوابين. ساعة. بس انت جيت البلد في زمن الزحمة، جيت مصر وهي مخنوقة. ما حدش بيموت من الجوع، وهنجرب حظنا فيها. اكل العيش ما فيهوش حظ اليومين دول، يا تاكل لقمتك بدراعك يا تتاكل. الدراع موجود والحمد لله.
وكمان في ربنا هو اللي بيدبر الامور والاحوال. انت باين عليك طيب وابن حلال. لقيت حته تبات فيها؟ لسه ما دورتش. انا هكسب فيك سواك. واد يا فرقه، الحين يا معلم. بعد ما الجدع يشرب الازوزه تاخده وتروح على شمروخ وتقول له المعلمه زبيده بتقول لك يشوف له شغلانه النهارده قبل بكره، مفهوم؟ ايه ده؟ ما تفكوش يا معلم ياخدوا مني قروش الالومنيوم. اتصرف يا اتصرف، قول من وشك انت كدايه في امك. اتفضل يا معلم. برافو عليك يا برافو، انت واد مفتح مش زي ابن الخايمه دي. مع السلامه. مساء الخير يا معلم شمروخ. اهلا. قصدينا في خدمه صغيره يا معلم. تحت امرك. عايزين شغلانه على الجدع الطيب ده. هو ده الطيب؟ ايوه يا معلم. يا ابني احنا لاقيين شغلانه للسلام، هنشغل المكسحين ودي التعليم المهني احسن. انت جاي نتهزق هنا ولا ايه؟ انت بتدور فيها؟ مش قصده يا معلم، دي المعلمه زبيده هي اللي بعتاه وبتوصيك عليه من عشانها. معلمه زبيده؟ ايوه يا معلم. حاضر حاضر يا صبي المعلمه، اتوكل على الله انت وسهولي. تشكر يا معلم. مع السلامه. لا هنا اتلاقح ما تخافش رجالك. ارجع الاقي حد بيتخانق مع التاني يبقى ليلة امكم بقى. خليكم طب مع بعض، انا بحب الاخلاق الحميدة. سامعين يا غنم؟ قبل ولا بحر؟ من بحر. بس قولي الاول احنا فين؟ يا سلام، بس كده من عيني. احنا في مصر يا اخوي. ماني عارف، قصدي هنا. انت تسمع عن وزاره القوه العامله؟ عدم المؤاخذة ما حصليش الشرف. ايه؟ مكتب العامل ما تعرفوش ده رخر؟ لا ما اعرفوش برضه. ده باين عليه غشيم يا ولاد. لا يعني لازم تتفك كده وتتلحلح. البلد دي تحب الفهلاوه. الايام بتعلم والغربة بتعلم اكتر. ليه بقى زي مكتب العمل بس من غير تعديل. يعني لا في كشف طبي ولا شهادات حسن سير وسلوك ولا فيش وتقفيش. فيش ايه؟ وتقفيش. واللي وياه الحاجات دي ما يشتغلش. وانتوا بقى شغالين ولا زي حالاتي؟ زي حالاتك. وناويين تشتغلوا ايه؟ يعني هو بمزاجنا؟ امال بمزاج مين؟ بمزاج المعلم شمروخ يا حلو. لا ما طبعا سيادتك باتصالاتك تقدر تخلص لنا الموضوع ده. طبعا طبعا حقك محفوظ. دقيقة واحدة. مين عندك تاني؟ المعلم شمروخ. خليه يدخل. ايوه اتفضل يا معلم. بس كده. انت تؤمر يا باشا. الف الف شكر. مع السلامة. باي باي. مساء الخير يا مدام شوشو. انا مش مبسوطة منك ابدا يا شمروخ. الظاهر عليك انك عجزت ولا الافيون خلص عليك. على العموم هانت كلها شهرين ويخرج الغراب من السجن. وانا قصرت في حاجه لا سمح الله؟ الإيراد ضعيف. انت كل يوم بتورد المكتب ب 50 60 جنيه بالعافيه. الغراب كان بيورد 200 300 جنيه. ما هو السوق نايم يا مدام. انت اللي نايم على ودانك لدرجه ان العيال الفلاحين بيضحكوا عليك. شمروخ شوف شغلك كويس اذا كنت عايز تاكل عيش هنا. حاضر. اي خدمه تاني؟ ايوه. لو هترتلي على واحد خفيف وحرك يبقى ابعتهولي. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك. الحاج رضوان النهارده جاب لنا شغاله. بقول الحاج رضوان النهارده جاب لنا شغاله. البنيه فين؟ في المطبخ. لسه عايزين لها شغلانه طويله عريضه لحد ما تتعلم.
لكن يظهر انها مش هتعمر. ليه؟ الله، لا شفت منها حاجه؟ الحقيقه لا، لكن اكيد هشوف. سنابل بنت يا سنابل. نعم يا ست. نعم يا ست. انا بقول ناخدها من قصيره ونمشيها من دلوقتي احسن. ليه؟ ربنا ما يجعلنا من قطاعين الارزاق. دي من عليها بنت طيبه وهاديه وخجوله. يا صحيح كبيره شويه، لكن مش بطاله. مش بطاله. امشي جوه يا بنت. صف واحد يا غدر. اسمك ايه؟ انا اسمي حسان عوضان عوضان. معاك بطاقه؟ ايوه معاي. طب اركن على جنب هنا. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. انت هذا عامل لي عبد الحليم حافظ. أو شوية تفاريح كده يا معلم. مالكوا ايه؟ انا من نواحيكوا هنا. وجيت ليه من نواحينا؟ اصل احب الفرح والزحمه والناس. طب اركن على جنب. ده عربيات تسرح ببصل وتوم وتزق عربيات. أنا أبيع تفاح، أبيع بصل وتوم وعنب وفراخ. طب اركن. وانت هذا بتاع المعلمه، تحب تستلم الشغل امتى؟ مش لما أعرف هشتغل إيه؟ هتشتغل الشغلانه اللي تكسبك دهب. حكيم انا بقى احب الناس المؤهلين اللي زيك. هذا دورهم. نعم يا معلم. هات هدوم الشغل بتاعت الجدع. حاضر يا معلم. هتشتغل شحات. كنت اشتغلتها في بلدنا. امال عايز تشتغل ايه؟ عاوز شغلانة محترمة. تكونش يا ده عايز تشتغل حرامي؟ وهو الحرامي محترم؟ طبعا محترم، بس انت ما تنفعش. لا تعرف تطلع على مواسير ولا تنط في شبابيك ولا. الظاهر ماليش شغلانة عن طريقك يا معلم. يبقى لازم عايز تخش مشروعات الانفتاح على طول. ولازمتها ايه الطريقة دي يا معلم؟ انا عاوز شغلانة شريفة اكل منها بالحلال. عندك ما عندكش. خالتي وخالتك وتفرقوا الخلال. طب بس انت باين عليك واد مجدع. اسمعوا بقى، الفلوس اللي هتكسبوها 50% للمكتب و50% لينا كلنا، وال50% اللي لينا 20% ليكوا و30% ليا. ليه؟ الله، تمن النوم والاكل والشرب، غير بقى لما بتتمسكوا تعالي باذن الله انا اللي بخلصكم. ماشي كلام؟ ماشي الكلام. بويا مين يلمع بويا. مبروك عم شمروخ عرف يلاقي لك شغلانه. البركة فيك يا ست زبيدة. مع ان الشغلانة مش على مزاجي، لكن الايد البطالة نكسب. ربنا يفتحها في وشك ويرزقك الرزق الحلال. من بقك لباب السما. يلا اجري رقط رزقك بالقهوه. يلا وادي يا فرع. ايوه هات لي شوية شاي كشري. على عيني. عندك واحد شاي كشري وصنع ومطبوخ. ايه عملت ايه؟ الحمد لله الاشياء معدن. النهارده كسبت 245 قرش. وبتسمي ده مكسب؟ روضة وتشخ تنيل. انت يا ولد يا ابو هنادي. الحق يا عم عشان يبقوا 2 اهيف ونص. نعم يا سعادة البيت. عايزك تلمع الجزمه دي تخليها اشوف فيها وشك. امرك يا سعادة البيت. اولا تغسلها بالميه والصابون. حاضر. الجزمه دي جلد طبيعي، عايزك تلمعها بورنيش من بتاع بره. حاضر. تدهن الكعب اسود. حاضر. واوعى البويه تيجي على الشراب لا خلي يومك قطران. ماذا والا ايه؟ انت عمال تبيع وتشتري فيا عشان 5 سنة هلمع لك بيهم المدعوقة دي. قلت لك هعمل لك اللي انت عايزه خلاص. الله
انت يا واد واجي بتعلي صوتك عليا؟ خلاص شوف حد غيري ما تزعلش نفسك. اما انك صنف واطي نمرود ما بتمرش فيك. لا ما تغلطش في حق، انا ما غلطتش في حقك. انا قلت لك هات حد غيري. انا اصلي مش بتاع جزم. ما انت بتاع ايه يا رمه؟ رمه؟ انا بتاع الوشوش. احب المع الوشوش العكره اللي زي وش حضرتك. والله يا مجنون انا جوه اوديك في داهيه. حرام يا مجنون يا مصطفى، انا اوديك في داهيه. محدش بس سيبوا الجدع. الجدع غالب ومعرفش يميز، وهو كل جلد. بتعمل ايه يا سناء؟ بعصر الأوضة يا سيدي. في المصفى. ايوه، ما انا عصرها فين يا سيدي؟ كده ده بقى اسمه خلاط بيشتغل بالكهرباء. يا حلاوة. هديلك بقى عشان اعلمك بتشغليه ازاي. بصبعك ده تدوسي على الزرار كده يشتغل. ايوه فهمت خلاص. بصبعك ده تدوسي على الزرار كده مرة كده يقوم يبطل. ايوه فهمت خلاص. لسه يعني بقى لما اعلمك القطة اللي تتحط فيها عشان تتعشر. تاخدي القطايه كده وتحطيها في الخلاط. محسن كده كسرت الخلاط يا بنت اللي عايز ياكل عيش لازم يطاط راسه، مش يعمل لابو علي. وهو حرام الواحد ياكل عيش وراسه مرفوعه؟ مش بالزمان ده، مش بالزمان ده. يبقى الله الغني. بالستين ده الباب يفوت جمل. بس ادفع اللي عليك الاول. اللي عليا؟ ايوه، اجرة الصندوق والاكل والشرب والنومه، ده بقى غير عمولتي. يبقى عليك 332 قرش وتعريفه. فهمت بقى؟ حلو. عايز تمشي ادفع الاول. لكن انا ما عنديش. يبقى تتلاح وتشتغل بيهم مصاريف لحد ما تسدده. رسائل النهارده لازم تتعوض الليله، وهتتخصم من حسابك انت وهو يا ابن الرفضي. خد هدي هنا من افلام. ايه يا بيه؟ في سيما النهارده غيرت في عماد الدين ونزلت فيلم جديد. كل التذاكر اتباعت ما عدا دول. عايزكم تبقوا قدام السينما. ها؟ الصالة بجنيه، البلكون بجنيه ونص، اللوج بجوز جنيهات. وخد انت دول، اللي هيرجع بتذكرة هتبقى ليلة أمه زي الهباب. التذاكر اللي معايا دي تمنها كام يا معلم؟ طب وانت مالك انت يا باشا؟ انت تبيع بس. احنا هنوزعهم وهنجيلك هوا يا معلم. لا انت واد مجدع، ادم ده مدج اسمه ابو الخير. بس انا سميتك مداق. اسمع، ايه؟ الشغل ده تبقى شغلتك على طول. عايزك كده بقى تبقى تحرك. حاضر يا مدج. ايه يا معلم؟ حاضر. انا دورهم. نعم يا معلم. خدهم يلا ايفهم يلا. حاضر تعالوا ورايا. يلا غوروا من وشي. معاك يا عم دور. عم دور انا عايزك انت. وانتوا بقى عاوزكم تحرسوهم لا يتخانقوا، واكيد هيتخانقوا. واجب يا معلمة. يلا وراهم. بلكون اوتيلو بلكون تذاكر يا بيه. تذاكر يا بيه. قدام يا بيه. تذاكر يا بيه. هات شوف. تذاكر بلكون صلاة. انت معاك كام تذكرة؟ معايا كتير. انت عاوز كام؟ هات 10. 10 جنيه. باقي ده بس هات اهو. ايه دي؟ روح يا ابني شوف لك حتة تانية. المرة دي سماح عشان انت مكسر. وفلوس التذاكر. روح اشتكي لي في الاسم. لكن انا ما اعرفش طريق الاسم. حق اخده بايدي. قد المسكة دي. سرقني. الباب.
فيها ايه؟ ما تتناش. مساء الخير يا مدام شوشو. ابشري يا ست، استولينا على السينما خلاص، ومن بكره بقى باذن الله هنعين لها طقم ثابت. لو كان اكل العيش في البلد دي بالشكل كده انا اروح بلدنا احسن. اثبت. يعني لولا ستر ربنا كانت المطوه كانت عيني. المعلم هيعمل فيه العيون في التذاكر اللي ضاعت. ثلاثة بالله العظيم لو فتح بقه بكلمة لتكون ليلة سودة. مش كفاية كنا هنموت؟ مش كفايه العلقه اللي خدناها؟ بس احنا ايه عملنا فيهم حته فصل ممكن جريناهم زي الفئران. براو عليكم ليه؟ براو عليكم. براو عليكم. يلا تعالوا بقى عشان تتعشوا. تعالوا خشوا ما تتكسفوش. ما تتكسفوش. هذا عزيز. ايوه يا معلم. انت من بكره هتيجي معايا عشان تستلم شغلانتك الجديده. شكرا يا معلم. وانتوا عيال من بكره كل واحد هيستلم شغلانه فلاني. حكيم انا مبسوط منه. هسببكم من بكره. ايه اللي جابك هنا يا محسن؟ بشرب يا فوزيه. عطشان. بلاش اشرب. بلاش. انت قلت لي اسمك ايه؟ عزيز افندي. عزيز التركي. باين عليه مش بطال. ده على ضمانتي يا مدام. ده احسن الموجودين في كل الواغش اللي عندي. طيب خليه يستنى بره. زيزي هي اللي هتصرف معاه. تعالى هنا. الو. ايوه انا شوشو. اهلا عبد الله بيه، اهلا وسهلا. انا تحت امرك. شقه لمده شهر. بالكماليات ولا من غير؟ عظيم. نقول 20,000 جنيه؟ لا أبدا غالية ولا حاجة. ده أقل جناح في أي أوتيل ب200 جنيه في الليل، وكمان من غير الكماليات. أنت عارف طبعا الكماليات بتاعتي مستورد. أوكي يا روح قلبي، مستنياك. باي باي. احنا عندنا في الحوش كام؟ حوالي 10-12. مطلوب منك واحد جتة يكون حامل شعر، توديه على جراج النهضة اللي جنبنا. حاضر يا مدام. خد العنوان ده في 3 شقق مفروشة بيسهروا للفجر. شقة العمار وشقة حظ وفرفشة. ايوه يا مدام. طبعا الزباين اللي فيهم بيركنوا عربياتهم تحت في الشارع. يعني عندك حوالي 20-25 عربية واصحابهم فنجرين. مفهوم يا مدام. من الليلة بإذن الله هعين واحد من نادي. خش يا بيه. خش يا بيه. خش. كمان. بس. اتفضل يا بيه. وعملت تحويل ب1.5 مليون جنيه، بس المهم الدولارات. ما يهمكش يا حبيبي. انا بقى 250. انا معاك. انا لا. معاك ايه؟ 3 دعم. قول قاس. معلش مش تاخد غير. يما يا هواي ضرب الكشف وراي. عبده. ايوه سعادة البيه. ايه ده انت مش عبده؟ ماني مش عبد. انا حسان يا بيه. اشتغل هنا جديد؟ ايوه يا بيه. طيب اغسل لي العربية كويس. حاضر يا بيه. ده انا هغسلها غسيل. ده انا هنتفها اخر هنتفها. ليلتنا محنتفه. وانت بتعمل ايه؟ شغلك
رايح فين؟ داهية فيك واللي مشغلاك. ايه؟ ارزاق يا دنيا. يا ستي باذن الله. مساء الخير يا بيه. مساء الخير ايه وبتاع ايه؟ هي الحكايه ناقصاك يا سيدي؟ تعال ما تزعلش زكي ليه؟ اصل الخساره مأثره فيه قوي. خد. ربنا يزيدك من نعيم واستعانة. من أعمالكم سلطها عليكم. ايوه يا ست هانم، ايوه يا ست هانم، العربيه بقت زي الفل. طب شوف لي تاكسي لو سمحت. تاكسي ازاي يا ست هانم وعربيه حضرتك موجوده؟ انت ما بتفهمش، انا عايزه تاكسي. يا ست هانم انا فاهمه وعجبك قوي. لازم حصل زعل بينك وبين البيت. على كل حال بتحصل في كل العائلات. ايه ده؟ ما يصحش برضه يسيبك كده تمشي متاخره في وقت زي ده. على كل حال ايه سبب الزعل؟ يا اخي لو سمحت روح شوف لي تاكسي يبقى كتر خيرك. لا لا تاكسي ولا حاجه يا ست هانم. اروح افهم البيه جوزك عيب وما يصحش كده. تعالى هنا. مين قال لك بقى ان هو يبقى جوزي ولا انا ابقى مراته؟ الله، لا هو انت مش لا ولا هو مش تاكسي تاكسي. اللي هيصمصر تعريفه هيلاقي نفسه في الشارع. ما احنا في الشارع طبيعي يا معلم. في الشارع من غير شغل هتغف. اتفضل يا معلم. 10 جنيه ونص. ايه ده؟ احنا طالعين عرفه؟ اعمل بيهم ايه دول؟ وهسلمهم للمكتب ازاي؟ ولا هتحكم في الزبون؟ هقول له اديني ورق بس. ما تبطل لماضة. معلش يا معلم معلش. خد بقى هم 3 جنيه و90 قرش مره واحده هم. بس دول ناقصين باريزة. ماني شربت بيهم معسل. اللي عايز الشبرة يشبرق من جيبه مش من فلوسي. الله. وانت واقف جدا ليه يا روميو؟ انت مش اشتغلت شغل امبارح؟ بس الست قالت هنهبط في الخمسه. طب ما فيش اكراميه؟ ما فيش بقشيش؟ لا ابيض ولا اسود. طب غور من قدامي. احنا نتعب ونشقى وهو يقبض على المستريح. مفيش قدامنا غير كده. ده البوليس كان هيقفشني مرتين 3 قدام السيمه وانا ببيع التذاكر. يا راجل احمد ربنا ان احنا لاقيين حته نتوه فيها. ناموا نام. حتى جرت تسمعني سيدي. امال فين ستك يا بنت؟ ستي راحت عند جارتنا ست سرايا. حلو. طب اديك كوبايه ميه يا سطر. هات يا سيدي. اتفضل يا سيدي. سيدي. هنيا يا سيدي. استنى يا سلام. ايوه استنى. ايوه يا سيدي. خد اذا السبيحه دي علشانك. ليه يعني؟ لا يا سيدي كتر خيرك. يا بنت خدي ما تبقيش عبيطه. انت مكسوفه ولا زعلانه مني عشان ضربتك بالقلم لما الخلاط اتكسر؟ لا يا سيدي مانيش زعلانه ولا حاجه. يا بنت انا عملت كده لمصلحتك. اصل الست صعبه قوي ودايما تزعل الفاضيه والمليانه. خد يا سلام. كتر خيرك يا سيدي. كده بقى انا ابقى مبسوط منك واي حاجه تطلبيها قولي لي. سر ايه اللي جابك دلوقتي يا محسن؟ خلصت الشغل بدري قلت اجي اريح. حرام اريح. سنابل جهز الاكل لاولاد اللي جايين من المدرسه. شاهي للطلبات يا واد يا فرقه. على عيني يا معلم. ازيك يا معلمه؟ سبحان الله غير الاحوال. ايه القيافه دي كلها يا واد؟ اخر قلاجه ايه؟ عامل زي بتوع ستيم. حصل ايه؟ المعلم شمروخ شاف لي شغلانه زي الفل، بس البركه فيك. لولاكي كان زماني نايم مع كلاب السكن. انت طيب يا ابو زيد وتستاهل كل خير. تعيشي. واحد شايل المعلم ابو زيد والبوري علشاني انا. على عيني يا معلمه. وعندك واحد شايل المعلم ابو زيد وصلح كل المعلمه. قول لي بقى وبتشتغل ايه؟ واقف قدام شويه عربيات اطوقهم واخد بالي منهم.
واول ما اصحابهم يهلوا يلاقوني واقف قدامهم زي العمل الراضي، يدوني اللي فيه الاسم. وشمروخ بيشغلك في شارع اسمه ايه؟ بس انا مش عارف احفظ اسامي الشوارع، لكن شغلي بيبتدي بالليل لحد وش الفجر. اصل اصحاب العربيات دي غاويين سهر وايديهم سخيه قوي. وبالنهار بتعمل ايه؟ بنام شويه، ولما بصحى بروق نفسي وانزل الف في الشوارع، بشبرق عيني بمصر ام الدنيا. طلبات يا معلم. تعيش يا فرق، واللي يشوف لك شغلانه بالنهار تزود بيها قرشك. يا ريت زياده الخير ترين، بس فين؟ عندك اشتغل ببلاش يا معلمه، انت سبب النعمه اللي انا فيها. ايه اشتغل فين؟ في القهوه؟ لا، في البيت عندي. اصل البيت عايز نظافه، وانا احب بيتي زي الفل. قلت ايه؟ عنك انت يا معلمه. هلا هلا هلا، ايه ده كله؟ الله ينور يا ابو زيد. اهي بقت زي العروسه. وفاتح الشبابيك كده ليه؟ عشان الهوا، اصل الشقه كان هواها مكتوم. وما تخافش لا يدخل الناموس. نهش. لا، اقفل الشبابيك بسرعه احسن انا موتي وسمي تقرصني ناموسه. بعد الشر عليك. همتكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا معلم. مساء الخير يا سلام. غور من وشي وانت نحس كده. ايه حصل يا سيدي هاني؟ تعال خد. معلش يا سيدي، المدام اصلها تعبانه شويه النهارده، تعبانه قوي. ربنا يزيدك من نعيمه، من اعمالكم سلطة عليكم. السلام عليكم. اهلا. ايه لسه قدامك كتير؟ نص ساعة بالكتير وهحصلك. ثواني حاسبها تاني. مش عايز حاجة؟ يا تسلم. طب خد عفو. السلام عليكم. ايوه يا مان، الشغلانه هنا زي ما اكون متوصله عليا. اصلا انا راجل بتاع مزاج، واحب الشغلانه بتاعتي تبقى بمزاج. لا بلاش انا. بتشتغل ايه بقى يا تعزيز؟ أنا سمعت بيقول إن الست هتديله أجرته بالخمسة. ست وشغلها الوش الصبح لازم بتشتغل في جراج بتغسل عربيات زي. انا بتوع الاقاليم بلا فخر بشتغل سكرتير. نعم يا اخويا. سكرتير لمين بقى؟ لمين؟ قال لمين قال؟ لمين هواء؟ بشتغل للقمر الابيض ده. يخرب بيتك. وبتشوف عينك بالمنظر ده؟ طبعا، واكتر من كده كمان. وكل ما يتقدم في الشغل اكتر كل ما يشوف اكتر. دنيا حظوظ، مش أنا اللي واقف أتخانق طول الليل قدام السيمة. بقول لكم ايه، شويه جد بقى. انا من الليله هبات في الجراج. يا بختك، على الاقل هتتنفس هوا. مش احنا اللي كل ايه نتنفس غازات. قص عليك انت يا جماعه، افهموني. انا الليله هبات في الجراج وكل ليله، ومش هدفع لشمروخ مليم احمر بعد كده. انت جننت؟ وهفضل ادفع له من عرق وشقيه بتاع ايه؟ ايوه صحيح هو اللي شغلني، لكن خد حقه واكتر، ولا هيفضل يبص في دمنا طول العمر. والله يا حسان كلامك صح، يا ريت كلنا نعمل كده. طب هو لقى حته يتوه فيه؟ يعني ودي شغلانه، ان شاء الله نأجر اوضه شرك. ايه رايك يا عزيز؟ انا معاكم، بس ربنا يستر علينا. دي عالم مفتريه ما بتتفهمش غير بالدراع. دراع. المهم نكون مع بعض ايد واحده. وبعدين شمروخ ده لا يمكن يخوف حد. ايه؟ قلتوا ايه؟ شمروخ مش لوحده، شمروخ زيكم بالظبط. دبش. واذا كان مفيش حد بيخاف من شمروخ، الولايه اللي مشغلاه صعبه قوي وتخوف مليون راجل. قصدك شوشو هانم؟ الله، انت ايه حكايتك يا جدع انت تعرف كل نسوان البلد؟ يعني قابلتها مره. اشمعنى انت اللي حظك ماشي مع النسوان؟ شوشو هانم مش نسوان يا حبة عيني. امال ايه، ذكر؟ ألعن. هي مسترجله حبتين، انما يعني لكن ايه يا روح امك؟ لا حلو. اسمعوا يا جماعه، انا خدت قراري ومش ممكن ارجع فيه، فاهمين؟ تطلع مسترجله، تطلع نتايه، تطلع لمنجيه، حتى الارزاق بيد الله، ومن السعاده انا مش تبع حد.
هنسيب الراجل لوحده يا رجاله ولا ايه؟ انا معاك يا حسان. يا جماعه احنا الغربه لمتنا على بعض، وما فيش حاجه هتفرقنا الا غربه تانية. نقرا الفاتحه. على دورهم. نعم يا معلم. امال فين بقية العيالة؟ من ساعة ما خرجوا ما رجعوش من امبارح يا معلم. مصيبة دي، يكون جرالهم حاجة ولا تاخدوا تحري. لا يا معلم، ده كل واحد منهم لم حاجته وشرك. ايه؟ شرخ؟ يا نهار اسود. انت بقيت راجل كهنة، احسن لك تقف تحت عمود نور تشحت او تسرح باللوترية. خلاص ما بقتش قادر على شوية الحوش دول. يا مدام العيال شداد، وجيل الايام دي دماغه ناشفه. نشف عليك انت مش عليا انا. مش بقول لك خلاص؟ انت عجزت ورحت عليك. الحوش ده انا هقفله وياك تهوب ناحيته تاني، وكلها اسبوع ويخرج الغراب من السجن. هو اللي هيعرف يربيكم يا حوش. اطلع بره، مش عايز اشوف خليتك كده تاني. بره رجاله ورق ما تجيش من وراهم غير وجع القلب. برضه نشفت دماغك وعملتها. انا مع زمايلي يا ست زبيده. انت فاكر الموضوع كده هيخلص بالسهل؟ بالسهل بالصعب، يعني انا هشوف اكتر من اللي شفته. هو انت لسه شفت حاجه؟ قفل قفل يا فرقع. على عيني يا معلمة. الله، وقفت ليه؟ ده انا لسه رجلي مجزوعه، مش نطلع معايا فوق؟ ومين فينا اللي هيتعكز على التاني، انا ولا انت؟ يا واد بلاش دلع، تعال اشرب معايا الشاي. ما انا لسه شارب شاي في القهوه. معقوله شاي القهوه زي شاي البيت؟ اصل شاي البيت لازم يتشرب بمزاج، دلوقتي ساعه شغل. ما لسه بدري مش كده ولا ايه؟ خلاص يستنى الشغل عشان خاطرك يا معلم. مش فضولي على فكرة حمد. أمينة فريحة ما تجيش يا صحتي يا صحتي يا سنابل. بس يا سنابل سنابل سنابل. ليه يا رب كده؟ خلاص اتكتب علينا الفضايح. حمار، حتة فلاحة حمار، دخل اشرب رجلي جت فيها. حصل ايه؟ هي فعلا حمارة وبنت 60 حمارة عشان تشتغل عند واحد زي حضرتك. اتفضل اتفضل يا بيه، انزل دور عليها. انت الناس انها مسؤولة مننا ولا ايه؟ هو كان حصل ايه؟ خلاص انا هتصرف. ايوه انا هتصرف. تعملي ايه عندك يا بنتي؟ يا لهوي يا مناري، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا مناري. مالك يا بنتي، في ايه؟ مالك؟ ما تخافيش، انا زي اخوك. مالك؟ ما تخافيش. بلاش عياط، امال عيب. انت عارفه ان الحس بيسري بالليل. خدي نشيف دموعك وصلي على النبي. اهدي امال، كل شيء بالهداوة. ايه يا شاطرة، مالك؟ ايه اللي حاصل؟ سرقتنا يا سعادة البيت، سرقت 100 جنيه. ومين عارف سرقت ايه تاني؟ قلت لي اسمها ايه؟ سنابل عبد الرب. 20 سنة. 20 سنة. طب احنا هنعمل اللازم. انا مش عايز منها حاجة يا سعادة البيت. انا كل اللي عايزه ان اخلي مسؤوليتي منها. دي بنت حرامية مجرمة، هربت قبل ما ربنا ينتقمني منها. استني هنا. حسان، حسان، حسان. مين؟ يا ابو زيد. خير يا ابو زيد. خير، انا قصدك في معروف. رقبتي شداد يا ابو زيد. اصل ايه؟ ايوه يا عم، سيد الشوارع ما فيش احسن منه. بقول لك ايه، احنا اخوات ولازم نتقاسم. يا شيخ حرام عليك، دي بنت غلبانه. ما كلنا غلاب. بطل بقى، بطل. اسمع، نعم. عاوزك تشوف لها نومه عندك لحد الصبح.
ليه واحنا فاتحينها لوكاندا مصر الكبرى؟ ده جراج، ما توديها الأوضة أحسن. ما ينفعش، انت مخك ظلم كده ليه؟ هي فيها شبر فاضي؟ ده احنا بننام فيها واقفين زي ازاز الكازوزه. وبعدين عيب بنت زي دي تتمدد وسط الغيلان دول. طب اسمع ما اقول لك. ايه؟ خليها تنام عند المعلمة زبيدة صاحبتها. انا فكرت في الحكايه دي، لقيتها ما تنفعش. ما تنفعش ليه؟ ده المعلمة زبيدة طيبة. طيبه، ما قلناش حاجه، بس يمكن ما ترضاش وجايز تزعل مني. ايوه اظهر على حقيقتك. انا اللي فاكرك طيب وعلى نياتك. يا ما تحت السيد وائل. مش وقت الكلام ده يا حسان. البت واقفه بره وانا عاوز الحق لقمه عيشي. مش وقته ازاي؟ يا حمار البت واقفه بره. يا بختك يا عم، يا بختك. هات. تعال يا سناد، تعال. هتقيمها فين؟ نيمها في ابدع عربيه وافرش لها فرشه فوق. انيمها في مرسيدس وشوفرليه. اللهم صل على النبي. خش يا سلام، خش ما تخافيش. دي تنام في كاديلاك. حسان، عيب يا ابو زيد، احنا اخوات. ده العشم برضه. اتكل على الله وشوف شغلك انت، ده زي اختي تمام. يعني انت مقطوعه من شجره؟ ايه؟ عشان كده مش عاوزه ترجعي بلدكم؟ وارجع لمين؟ انا ماليش حد، ومين عارف، مش يمكن ربنا يسهلها لي بشغلانه عند ناس طيبين يعرفوا ربنا. انا زيك تمام، ماليش غير اختي متجوزه، بس جوزها راجل على قد حاله غلبان. قلت انزل مصر القط رزق. ابو زيد، ايه؟ من غير زعل كده، انا كنت عايز اسالك سؤال. انا لو زعلت من الدنيا كلها ما ازعلش منك يا سنابل. هو لا مؤاخذه كده، ايه اللي قطع رجلك؟ الحكيم قال لازم تتقطع وقطعها. على فكرة ما تفرقش عن الطبيعي كتير، وخلاص اتعودت عليها. هو ايه اللي حاصل؟ دي حكاية طويلة يا سنابل، مكتوب. أبويا سماني أبو زيد الهلال، الناس قالوا اسمه أبو زيد وهو أبو زيد، لغاية ما وقعت جاموسة في بير الساقية، ونزل أبو زيد في بير الساقية عشان يربط الجاموسة بالحبل، وكانت هي النازلة. بعد كده ما عادليش عيش في البلد، وهو رب هنا رب هناك. انت ابن حلال قوي يا سي ابو زيد، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويسهلها لك. انت تستاهل كل خير. انت طيبة قوي يا سنابل، طيبة وأصيلة. اهلا يا مدام سوسو. الحمد لله على السلامة يا غراب. شدة وزالت. جميلك على راسي من فوق يا مدام. لا ما تقولش كده يا راجل، احنا برضه اخوات. ما تركب يا غراب. ماشي اركب. اطلع. اخبار الشغل ايه؟ ما فيش. معقولة؟ الشغل موجود واكتر من هم عن قلب، بس غيابك بوظ كل حاجة. وشمروخ السبع لما يعجز يلعب على دار الورود. شمروخ خلاص راحت عليه. والشقق المفروشة هي ماشية بالعافية. والعملة نص نص. وإذا باين البدرون افتروا علينا وضربونا بومبا. البركة فيك انت بقى يا غراب. ولا يهمك يا مدام، كل حاجة هترجع لأصلها وأحسن كمان.
اعمل يا معلمه. ابو زيد بقاله كام يوم مش باين، يكون عيان ولا حاجه؟ لا ولا عيان ولا حاجه يا معلمه، ده زي الحصان. اصل عقبال عندك اتجوز. مالك انت خدت كده ليه يا معلمه؟ لا ابدا، بس اصل يمكن يكون وقع في واحده من ايامهم من بتوع الشوارع يعني. لا وقع واقف. ايه وقع على كدلة بنت زي القهطة في القشطة. وعملها امتى المنية على عينه؟ طب مش كان يقول لنا عشان كنا حتى نقوم بالواجب؟ انت عارفه يا معلمه الحاجات دي بتيجي اوام بسرعه كده وانت عارفه. ورقه انا رايحه البيت وراجعه حاجه. لا واد يا حسان، هو المنية على عينه ده مساكن فين؟ ما اصل يعني انت قول لي ساكن فين؟ يعني انت هتنسى ولا انت هتنزل دلوقتي يا جوزات؟ لا لسه شويه. هسيب اللي في ايدي واعمل لك كوبايه شاي حار. مش مستعجل. كده يا صباح. كان في حاجه عايزه اقولها لك يا ابو زيد وخفت لا تزعل مني. قول يا سناء. كان في واحده ست من هواني من عماره شافتني وانا طالعه على السلم، قالت لي يعني كده اذا كنت اشتغل عندها. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سناء؟ أنا حبيبتك ما تزعل يا أبو زيد. ما ربنا مسهلها والاشياء معنا. الطمع حرام. ايوه انا قلت اساعد بس. ربنا يسترها يا سناء، وكمان ما فيش داعي تبهدلي نفسك. انا محتاج لك جنب. أنا دايما جنبك وتحت رجليك. يا ساتر، مبروك يا عروسه، مبروك يا عريس. معلمه زبيده خطوه عزيزه. اهلا وسهلا، جبت لكم احلى حلويات من احلى محلات باليرو. ما كانش في داعي تكلفي خاطرك وتتعبي نفسك. اخصى عليك يا ناقص، بقى تتجوز من غير ما تقول لي. هو كان في حد في الدنيا هيفرح لك قدي؟ انت زي اختي يا معلمه ومقامك كبير قوي عندي. بس اصل ما تعملي لنا كوبايه شاي يا سلام. لا يا اختي مش عايزه شاي، انا عايزه كزوزه، حاجه ساقعه. طب اخطفي رجلك، هات لنا ازازه كازوزه من تحت. اه والنبي احسن نفس اتقطع من طلوع السن. بعد الشر عليك، دي كزوزه لو عايزه سفر اسافر واجيبها لك لحد عندك. ده ياما يا ابو زيد حاجه لي عني. ابو زيد ده ماله راجل طيب وامير، مش كده يا ابو زيد؟ ما تنجري يا بنت تجيب الحاجه الساقعه. ويجيني اشرب من دمك. وحيد الله يا معلمه، هو حصل ايه بس؟ حصل ايه؟ حصل انك اتجوزت. وكان لازم اتجوز في يوم من الايام. طب مش تاخد رايي؟ مش تاخد شورتي؟ مش يمكن اكون انا اللي عايزه اتجوزك؟ والله دي حاجه ما خطرتليش على بال. لا بقى يا اخويا، يا فاهم نفسك طلوقه عشان كده دخلت بيتي وشفت لحمي. لا يا بيه، لا انت طلوقه ولا انا ست بتاعت رجاله. عدم مؤاخذه يا ست زبيده، بس انا لقيت نفسي ما ينفعش عشان كده بعدت. وما تنفعش ليه بقى يا ابن العادي؟ انا عاوز واحده ست تصرف عليها، مش هي اللي تصرف عليا. ما احبش مراتي تكون احسن مني، وانت ما شاء الله يعني. وانا احسن منك في ايه؟ بفلوسك يا معلمه. فلوس ايه يا ابو زيد؟ مفيش فلوس ولا حاجه، الفلوس مش زي ما انت فاهم. ست زبيده مش الفلوس وبس، لا انا انفعك ولا انت تنفعيني. انت فين وانا فين؟ على العموم يا ابو زيد، ما تقطعش رجلك من القهوه. مهما كان في بينا عشره، والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. صب يا بندق. الأولى يا أخينا أنت وهو، باقي كام ساعة على الدنيا أما تبقى ليل؟ الفجر شقشق واديك حالكو بكوكو يا معلم شمرون. اديك اديك بلدي بقى ولا اديك رومي؟ لا وانت السادة، ديك الست الولدة. انت جيت يا اغراب البن، ارموا الزبالة دي بره. انا زبالة بقى، اللي هيقرب مني هطير رقبته. انا شمروخ، انا شمروخ سيد المعلمين، انا شمروخ ملك الشارع. اوف سلوك. حرام عليك، ده خمسان خالص الضرب في الميت. معلم شمروخ،
كده يا معلم شمروخ. يا دوارة سندني يا ابو الخير يا ابني، سندني سندني. تعالى معايا يا معلم شمروخ. سلامتك يا معلم شمروخ. سندني. الملك الشوارع هذا ما اتقلشت يا شمروخ وراحت عليه ساعة الغراب بصحتك. بسرعه واحسن 10 ليمونات. على عيني، واعمل له كنكة قهوة سادة. ما تزود الميكروكروم شوية. الجطنه غرقانه اهي. انت اتعميت في عينك، ده دم. هتشيل ده ولا ايه؟ لا ده المعلم شمروخ. ايوه اصله تعبان ومتعور جامد. قطيعه وانا ناقصه بلاوي. يعني كنا تسيبه مرمي في الشارع؟ ده برضه كان متاوينا يا معلمة. اهو مش لاقي حد يتويه. يعني نبقى احنا والزمن عليه. يا جدعان ارحموا عزيزة قول نزل. نعم يا اخويا عزيزه. انا سمعتها كده. عن اذنكم عشان نريح الشغل، رايح المطرح. سلام عليكم. خلاص انا هاخده الجراج معايا ينام هناك. جرش ايه؟ الاوضه تسعنا كلنا. بطل انت وهو، يعني انتوا اللي عندكم اصلا انا اللي بنت كلب. شمروخ هيقعد معايا هنا في القهوه او نسلي بعض. عشرة عمر. يا خسارتك يا شمروخ. ما هو احنا كده لما ربنا يدينا نفتري. الله يرحم ايام زمان، اصلها ناس لما كانت بترقص في الموالد بجوز جنيهات لما ينهد حيلها. بتتكلم مع مين يا حمى؟ ملوش لزوم الغلط يا مدام، محدش غلط فيكي. كنت طرش يا واد، ما انا سامعاك بتتكلم يا مطرب النقط. ولا انت فاكر نفسك مطرب في الاوبرا يا ابن زنوبه؟ نسيت نفسك يا واد ولا ايه الحكايه؟ امك اسمها زنوبة؟ لا دي قلة ادب وشغل حواري. ثلاثة بالله العظيم ما انا مغني. عشان انت يا اخويا تعالى هنا انت رايح يا ستي كده الطبوح يبوظ. انت فاكر ده مطرب ولا ايه؟ ده حته بتاع جربان. انت يا ولا كنت سامعاك بتدندن من يومين. امال ايه؟ بتعرف تدندن؟ طبعا. تعرف تقول الكلمتين اللي بيقولوا مخينا ده حمار، ده انا غني احسن منه بجد. هندمه يا اخويا، لبسه بدله واتفرج عليه. خلص يا واد وحصلني. اتفضل يا استاذ. ادوني البدله. البدله. يلا يا عم، يلا يا عم. يا عم دي لا مؤاخذة، اتفضل يا استاذ. لا طبعا استاذ. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اللهم فوت الله على خير يا رب. ده عمره ما عملها، عمره ما اتاخر لغايه الساعه 4 الصبح. تشكر يا معلم شمروخ. العفو العفو يا معلم. يمكن الست راحت ترقص في اسكندريه ولا المنصوره وخدته معاها. برضه كان رجع. ايه يمكن شاف له شوفه تانية. يا جماعه كل واحد حر، ربنا يسهل. ده عيش ومال. انا خايف تكون حصلت له حاجه بطاله. على كل حال نطول بالنا لحد بالليل. ايوه واذا ما ظهرش نروح نسال عليه الست الرقاصه شخصيا. ازيكم يا جماعه؟ انتوا مش عارفيني ولا ايه؟ عزيز يخرب بيتك، ده انا افتكرتك بعم بحث الجسم. ايه اللي انت عاوزه في نفسك ده؟ لا مش انا اللي عملت، دي هي الرقاصه. ايوه. اوعى تكون اتجوزتها يا ولد. لا اتجوزتها ايه؟ بغني معاها، بقيت مطرب وغيرت اسمي عزيز كروان. عزيز كروان. اللي عيني يا عم. ايوه بس البدله دي هتلم تراب، انت عارف اوضتنا ما تتوسعش. ما انا وسعت لك، خدت الرقم ده في شارع سلمان باشا. اوعدنا يا رب. عقبالكم يا بتوع الاقاليم. ايوه ما هي ساقيه، يوم في العالي ويوم في الواطي. انا ما عنديش حاجه وسط، اما انبسط اكافئ كويس، ولما ازعل ببقى مر صب علقا. وخدوها مني كلمه، حكم اكل العيش اليومين دول مش زي زمان. لا، اللي عايز لقمه يخطفها يخطفها، يا كده يا يموت من الجوع. طيران يا ابو الخير. ايه اللي حصل؟ الله عليه ولاد الكلب. الدكتور قال ايه؟ الدكتور ربنا يستر. وراه. معوزات. ايوه يا ابو الخير. يعني مسافر
من بلدنا لمصر. أمي قالت لي لما تتوظف هتجيب لي إيه يا أبو الخير؟ قلت لها جلابية ستان وكيلو تفاح. لا، لو ربنا ما كسبليش عمر يبقى اديهم له. مش وقت الكلام ده يا ابو الخير. اوعى تنسى ابو زيد. ده وعد. ده وعد يا اخويا، ده وعد. ايه اللي اخرك كده؟ صح يا ليل لغايه دلوقتي؟ قلقت عليك، ما جانيش نوم. في ايه؟ ها؟ البلد دي اكلت واحد من اصحابي. مين؟ ابو الخير اتقتل يا سلام. ازاي؟ مين اللي قتله؟ انا عارف ان الدنيا فيها غدر، بس ما كنتش عارف ان غدرهم قاسي للدرجة دي. احنا مالنا ومالهم؟ احنا عايشين في حالنا. ونضمن منين انهم يسيبونا في حالنا على طول؟ ما ابو الخير كان في حاله، هو فين دلوقتي؟ خش نام لك شوية يا اخويا وخليها على الله. انام؟ لا، في حاجة لازم اعملها الاول. السلام عليكم. جاي تسأل على الغراب؟ ايوه. ما انتش قده. ما طلبتش نصيحة، عاوز اعرف مطرحه. اسمع كلام شمروخ وما تسألش على الغراب. قولي له يا معلمة. يا ابني، الغراب اتولد في الشارع واتربى في الشارع، ملوش واللي بلا بلا قلب. مش كفاية انك معاها واحدة؟ عايزهم يبقوا اتنين ولا عايزهم يقتلوك زي ابو الخير؟ ده انت دلوقتي وراك ولية وبكرة تبقى رب عيلة. مش عاوز اسمع الكلام ده يا معلمة. مفيش حاجة بتهبط عزيمة الواحد الا النسوان والعيال. الغراب ده ديل من الديول. والمدام شوشو فيه اللي اكبر منها، وفيه اللي اكبر من اللي اكبر منها. يا ابني ده دنيا تانية ما انتش قدها. انا معايا ربنا، كل اللي اعرفه ان الغراب هو اللي قتل ابو الخير وحسابي معاه. معلم شمروخ الدور هيجي عليا وانا لازم اروح له قبل هو ما يجيني. في دي عندك حق، هدلك على مطرح. انا ابو زيد الهلالي. سلام. صاحب ابو الخير اللي اتقتل في عماد الدين. وعايز ايه يا هلال؟ عايز اقول لك كلمتين. انا بقى طعم مر، واحسن لكم تبعدوا عني عشان ابعد عنكم. ولا يهوب من الحته اللي بشتغل فيها هدفنوا فيها. ده الواد المنادي بتاع الليل. هو معلم. فز قوم على الوكاله، هات لي ميمي وابد. يا معلم. ايوه يا بيه، جاي لك اهو. ورا شويه يا بيه. حاسب العربيه اللي وراك. مع السلامه. مع السلامه يا بيه. الف سلامه. قول له تعالى وراك. براءة دي صب كاس لميميس يا واد. عمرك يا رايق. انا عايزك تتم جميلك وتشيله في الحته اللي هقولك عليها. عمرك يا معلم. المكان مش بعيد، قوم معايا ادلك عليه. بكره هنتقابل هنا بقى. يا جماعه العربيه اتسرقت. العربية من عندك يا بقول لك هاتوا العربيه اتسرقت. الله، فين المناية؟ أنا هنا فين؟ المناية خير. فين الست
العربيه اتسرقت. نبقى نقعد هنا من اول الليل ما حدش هوب من هنا. امال مين اللي سرق الراديو يعني؟ مش انا يا بيه، حضرتك حدش فيها كويس. بتبلغ عليك انا يعني؟ حد يبلغ البوليس. انا هبلغ. ليه بس يا استهانم ليه؟ بوليس ليه بس يا استهانم؟ في حد سرق الراديو ده؟ انتوا قاعدين هنا عشان تسرقوا راديوهات على العربيات. لا ما وراكوش شغل غير كده. لا يا بيه، انا انسان شريف. الو بوليس النجدة؟ مين؟ افتح يا سنابل، انا ابو زيد. ابو زيد؟ خير؟ خير اللهم اجعله خير يا ابو زيد. فتش الاوضه. وانت فتش السطوح. حاضر يا فندم. في ايه يا ابو زيد؟ مفيش حاجة، ما تخافيش. يا لهوي، ما تقول عملت ايه يا ابو زيد؟ قلت لك مفيش حاجة. هنا ده يا فندم. هو ده الراديو؟ ايوه هو ده. حلوة منك يا غراب. هدوء. ابو زيد ما تخافيش يا سنابل، روح انت الحسان وهو يتصرف. يعني اتصرف ازاي؟ اعمل ايه بس؟ انا عارفه يا حسان، اهو انا اجيلك. عزيز، مفيش غير عزيز. ما عندناش حد اسمه عزيز الترك. لكن هو قال انه نازل هنا. ما هو غير اسمه يا حسان، بقى اسمه عزيز كروان المطرب. ده عندنا بس لسه ما جاش. لسه ما جاش ازاي واحنا وش الفجر؟ وايه يعني؟ ساعات بيجي والفجر طالع. نستناه. نستناه. حسان، ازيك يا حسان؟ ازيك يا سنابل؟ خش انت جوه، خش. الحق ابو زيد يا عزيز. ايه اتخانق؟ الحكومه مسكته. لا، اذا كان على الحكومه مقدور عليها، انما ولاد الحرام التانيين دولت مش مقدور عليهم ابدا. يعني هنسيبه كده عند الحكومه؟ لا طبعا، بس قولوا لي ايه الحكايه. تعال هنقول لك في السكه. يا ابني اذا كانت الحكايه كبيره نشوف محامي هنا صاحب صحيح. ايوه كبير. نصحيه. صحينا الاستاذ بدر المحامي. والله العظيم ما اعرف حاجة عن الهباب ده. يعني الراديو طار من العربية لوحده وراح استخبى في السطوح اللي انت ساكن فيه؟ انت لمست الراديو يا ابو زيد؟ ابدا والله. ما لمستش اي حاجة جوه العربية؟ ولا براها. حس كده. انا اطالب بخبير بصمات يعاين البصمات اللي على الراديو واللي جوه العربية ويقارنها ببصمات ابو زيد، ويقارنها ايضا ببصمات لصوص العربيات المعروفين لمديرية الامن. الله يعمل بيتك. بقى الواد الفلاح ده يطلع منها زي الشعر من العجينة. مش بعيد اللي اسمه ميمي ده اللي اتقبض عليه يعترف عليك. ما يقدرش يا مدام يروح فيها حتى لو كان هو جوه اللومان. كله بالمحامي اللي جابه الواد المطرب اللي اسمه كروان ده. صاحبه يا اخي، بينهم وبين بعض عشرة. انت عارف اللي اسمه عزيز ده انا اللي شغلته عند اللي اسمها فاتن. ايه ده؟ انت اللي شغلتيه؟ شغلتيه مطرب؟ لا، كان اللبيس بتاعها وبعدين بقى مطرب. ينفع زبون برضه يا مدام. عارف، بس انا مستنيه عليه اما يسمر شويه كمان، وبعدين نبقى ناكله بالشوكه والسكينه. خش عليا بالاسكالوب. الماظ والله مخك يا مدام. صحيح يا رب. بالنسبه للواد الفلاح ده انا عايزاك تكسره قبل ما يكسرك في وسط البلد. مش كل من هب ودب بقى يبقى له كلمه. خد درس ومش ممكن ابدا هينساه، وما كشش من نفسه انا هعرف ازاي اكششه. انا حاسس ان الناس دولت هيكونوا السبب في قطع عيشني. مصيبه اللي يجي هنا الجراش يكسروا لهم كام عربيه. 3 بالله العظيم لو حد هوب منهم هنا اكون قاتله. لو احنا كنا جايين مصر عشان نقتل وحبل المشنقة يتلف حوالين رقبينا ولا نترمي في السجن. يعني نطاط راسنا ونسمع كلامهم واللي يقول عليهم هم نقول لهم امين. لو قلت كده تتعب اكتر. صعب ان الواحد يشقى ويتعب ليل نهار
وغيره ياخد شقاه وتعبه وهو قاعد مرتاح. طب والعامة؟ لازم يخافوا مننا، لازم يعملوا لنا 1000 حساب. حسان. نعم. تقدر تسيب الجراج ساعة زمان وتيجي معايا؟ دلوقتي طب يلا بينا، ومش عاوزك تعمل حاجة، انت هتراقب من بعيد بس، ولو لقيتني محتاج لي مساعدة هتساعد. ايه ما لقيتش مطرح فاضل لا هنا ولا ايه؟ فين السيوم؟ ده بدل ما تسألني أشرب شاي ولا قهوة؟ ليه؟ صاحبي راسك براسي. العفو يا غراب بيه. امال ايه؟ بس أنا جاي لك مخصوص، عايزك في كلمتين. وعاوز ايه؟ أصل أنا كنت في الاسم، طبعا أنت عارف. وايه يعني؟ ما كل الناس بتروح لإقسام، أنا مالي؟ حضرة الضابط بعد ما قفش الراديو عندنا فوق السطوح لدعني جزء إقلام، وقال لي بقى بعد ده كله مش عاوز تعترف. وماله؟ لدعك جزء إقلام عشان تعترف، كان فاكرك حرامي نياو، حاجة ما تزعلش. لكن أنا زعلان. هيبقى أنت حر، أنت حر، اللي يزعل يشرب من البحر، وأنا مالي؟ لا يا غراب البيه، أنا زعلان من اللي كان السبب في المصيبة دي كلها، وأنت عارف إنك أنت السبب. خش على البلاطة، عاوز إيه بالظبط؟ جزء الأقلام اللي خدتهم على وشي في الاسم دول دين، وأبويا الله يرحمه كان دايما يقول لي سد الدين الأول وبعدين اتفاهم، وأنا جاي أسد الدين. وحد أمك! وادي دين كمان. وحد الله! الجماعة بينهم وبين بعض حساب بيصفوه، وهم أحرار يصفوه على مزاجهم وبالطريقة اللي تعجبهم. عارفين ايه الرجاله؟ الشر هيقصر نفسه بنفسه. اتلموا انتوا لحسن اقصفه لكم. مش قلت لكم الشر هيقصر نفسه بنفسه؟ ده دين الظابط، وده دين النهارده، كده نبقى خالصين. وإذا قربت مني بعد كده هيكون آخر يوم في عمرك. سلام. ألبس فستان، أحط أحمر على خدودي، وأطرقع باللبانة، وأمشي أتقصع في عماد الدين. لو ما خليته يمشي مدلدل، يمشي مدلدل في الشوارع زي الكلب الجربان، وهيحصل. ما توحد الله يا ابو زيد، ده انت تلاقيك رحت لبعيد قوي. مش عارف اعمل ايه يا سنابل، نفسي في شغلانه مضمونه بعيد عن الحوش دول. انا كنت عايزه اقول لك كده، بس خفت لا تزعل مني. وازعل منك ليه؟ اصلك دايما تقول ان شغلانتك دي مكسبها حلو وقرشها كتير، وقرفها اكتر. صاحب العربيه من دول بيرمي لي البقشيش زي ما يكون بيرمي عظمه الكلب. ده غير بهدله الشوارع وشغل البلطجيه. اسمع يا ابو زيد، ما تيجي نهج من البلد دي، احنا القليل يكفينا. طب وربنا نقدر نعيش ب5 برايز في اليوم، ولا تذل روحك ولا تذل كرامتك. احنا هجينا من بلدنا لهنا، هنهج على تاني نروح على فين؟ ارض الله واسع، نروح حته ناسها طيبين. الشر في كل حته يا سنابل، طول ما في بني ادم يبقى في شر. نرجع بلدك، ان ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر اللي في بطنك. هو انت انا ايوه يا ابو زيد، هتبقى اب. يعني هنا في عيل؟ ايوه ايوه يا ابو زيد، انت عيل. العملية على قد ما هي حلوة ولذيذة ومزاج على الآخر، قد ما هي خطرة.
اللي السجن فيها ما فيهاش يما ارحميني. مفهوم؟ ازيك يا حاج يحيى؟ ماشيه. اهلا يا مدام شوشو. ازيك يا عزيز؟ ازيك انت يا ست كولا؟ والله انا قلت لك يا عزيز. شكرا يا مدام. اظن يا استاذ كروان انت مقدر جميل. ولا ايه انك في زمانها كان زماني ببيع تذاكر في السوق السوداء. اسم الله عليك. طلباتك يا مدام. عايز اشتغل عندك. نعم. لا مديرة اعمال يعني. ادير لك امورك واحسب لك فلوسك واوفر لك الحمايه اللازمه. ولاد الحرام كتير قوي يا عزيز. فهمت. كان على عيني. اسف يا مدام. لاحظ انك عليك دين قديم بتسده. وبعدين في حاجه اسمها ميه نار تترمي على الوش تخليه خرابه على الاخر. ولا السكاكين والمطاوي اللي في الضلمه. قلت لك ولاد الحرام كتير قوي يا عزيز. اهلا منوره المحل يا مدام شوشو. اهلا يا جو. حضرتك عايز حاجه من المطرب بتاعنا؟ خير. اصله عليه حساب قديم وبنشوف ازاي هيسد. احنا نسدده، ما هو بقى بتاعنا، مش كده يا عزيز بيه؟ بس نعرف الاول اصل الدين ايه. قصدك ايه؟ بقول لك ايه يا مدام، احنا هنا تبع محافظه الجيزه وانت تبع محافظه القاهره، وانت بقى كلك نظر ومفيش حد يعتدي على منطقه حد. بقى كده على كل حال ميرسي قوي يا جو. على اذنك عندي شويه شغل. بالسلامه يا مدام. يبقوا شرفينا يا مدام. مين؟ يا لهوي يا خرابي يا خرابي يا ابو زيد يا ابو زيد يا هلالي يا ابو زيد يا ابو زيد يا هلالي. خير يا حاج يحيى؟ العالي بيتك. ايه؟ العالي بيتك. اسمع. ايه؟ رايحين فين؟ بره بره بره. مين؟ يا لهوي. اسم الله يا اختي اسم الله. هو حصل ايه؟ ورايا شمروك لا يودي نفسه في داهيه وانا هبلغ البوليس. ابو زيد يا هلالي انا جاي معاك. براوة عليكم. اهو دلوقتي بس اقدر انام وانا مستريح. وانتوا كمان محدش منكم يبات هنا الليله. من عارف يمكن يقل عقله ويبلغ البوليس. بينا يا رجاله. حسان سنابل مالك يا سنابل؟ الحق ابو زيد يا حسان. مال ابو زيد؟ راح للغراب. الغراب؟ كنت عارف انك هتيجي يا ابو زيد، لكن مش بالسرعه دي. ابو زيد كتفك يا ابو زيد. اوعى يا ربنا يا حسان. انا في عرضك يا ابو زيد. وانت خليت فيا عرض. ابو زيد جاي لك. ابو زيد سافري يا سنابل، سافري بلدنا في الأرياف. هناك ناس طيبين، ممكن الواحد يعيش وسطهم في أمان. البلد دي غولة، غولة كبيرة
بتاكل كل حاجة، حتى البني آدمين. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش الحلقات الجاية على قناة صوت من زمن جميل.